في البداية إذا كنت أول مرة تشوفنا تأكد إنك تضغط على الإعجاب وتشترك بالقناة وتفعل الزرار بتاع الجرس عشان لو نزلنا أي ملخص يوصلك زي إشعار على تليفونك. بيبتدي الفيلم في جنازة شاب اسمه دارين، الكل زعلان عليه، لكن اللي الكل ما يعرفوش إن دارين لسه عايش جوه التابوت وبيلعب بالتليفون. بنرجع للماضي نشوف إيه اللي وصله لكده. كانت حياة دارين كويسة في المدرسة وليه أصحابه بيحبوه ودرجاته كويسة وأهله فخورين بيه. الجزء السلبي الوحيد في حياته هو صاحبه ستيف، وفي يوم من الأيام ستيف بيقنع دارين يطلعوا على السطح. وقتها ستيف بيخرب إضاءات المدرسة وبيتحدى دارين يعمل زيه، لكن في الوقت ده المدرس بيسمع صوت جاي من السطح وبيطلع وبيمسكهم وبيعرف أهلهم. وأهل دارين بيضايقوا عليه لأنهم كانوا مفكرينه الطالب المثالي في المدرسة، وأهله طلبوا منه يبعد عن صاحبه ستيف وبيعرفوه إنه هيأثر عليه وهيبقى فاشل زيه. تاني يوم وفي طريقهم للمدرسة بيعرف دارين ستيف إن أهله طلبوا منه يبعد عنه. وقتها ستيف بيتهم دارين إنه مش بياخد قراراته من دماغه، ولما كانوا بيتكلموا بتعدي عربية غريبة وبيترمي منها ورقة، وكانت عبارة عن دعوة لحضور حفل في السيرك، ومكتوب إن العرض بيحصل مرة كل 500 سنة، وبيفتكروا إن الأستاذ بتاعهم حذرهم من العرض ده لأنه غير قانوني، لكن بيقرروا يروحوا. في نفس الليلة دارين وستيف بيهربوا من بيوتهم وبيروحوا مكان السيرك بالعجل، وبنعرف إن دارين بيحب العناكب جدا وستيف بيحب مصاصين الدماء. بيوصلوا المكان وبيشتروا التذاكر من شخص قزم متخبي ورا الستارة، لكن لما ستيف بيستلم الفلوس بيعض المخلوق ايده وبيتجاهلوا اللي حصل وبيدخلوا السيرك. وكان في ناس كتير غيرهم واغلبهم من كبار السن. بيبدأ العرض والمضيف السيد تال بيشكر الجميع على الحضور، وفي البداية بيظهر راجل المستذئب بيخوف كل الموجودين، وبيقرب الديب على ست وبياكل ايدها، وقبل ما حد يتكلم بتتجدد ايد الست تاني وكأن مفيش حاجة حصلت، وبيعرف الكل عليها وهي كارمن واحدة معاهم في العرض، وكمان ألكسندر راجل أعضائه بتظهر، وجاريث واللي بتقدر تكسر أي حاجة بسنانها، وراميس اللي ممكن ياكل أي حاجة بسبب إن عنده بطنين، ومدام تروسكا اللي بتطلب من دارين يطلع ويكون المساعد بتاعها، بس لما بتلمس وشه بتحس بحاجات غريبة وبتسيبه. وبتكمل عرضها وبتقدر تخلي ليها دقن على وشها، وبتخلص عرضها وبيعملوا فقرة مع العنكبوت، وكان بيرقص مع شريك وبيعجب دارين بيه جدا. بس ستيف بيعرف لارتن اللي بيرقص وبيقول لدارين إن ده مصاص دماء وهو قرأ عنه في كتاب واسمه الحقيقي هوستن. بعدها بلحظات بتقطع الشرطة والسكان المنطقة العرض، ولما كان الكبار بيتكلموا مع الشرطة بيتسلل ستيف ودارين وبيسرقوا العنكبوت اللي كان مفتون بمنظره. بس قبل ما يطلعوا كان لازم يتخبوا لأن لارتن وراجل عجوز دخلوا وبيتكلموا عن منظمة مصاصين دماء ضدهم. فجأة بيدخل ستيف وبيترجهم يحولوه لمصاص دماء زيهم، وبيعرفهم إنه بيكره حياته لأن مفيش حد معاه، وبيبان إن أبو ستيف مات من فترة وكان دايما سكران. وبعد محاولات من ستيف بيوافق لارتن وقرر يدوق دمه، لكن أول ما بيعمل كده بيعرف إن ستيف شخص سيء وعشان كده بيتراجع وبيرفض وبيطلب منه يمشي. وبعد فترة بيكتشف لارتن إن العنكبوت اختفى، بس قبل ما يلاقي دارين كان خرج وهرب بسرعة، وبيخرج بره وبيلاقي نفس العربية بتاعة الدعوة وبيركبها، وجوه بيقابل راجلين مولورو وتاندي وبدأوا يحققوا معاه. بس بعدها بيكتشفوا إنه مسكوا الشخص الغلط وكانوا عاوزين ستيف. بيرجعوه للبيت وبيعرفوه إنهم هيتقابلوا تاني يوم. بيروح دارين المدرسة ومعاه العنكبوت في الشنطة، ولما ستيف بيعرف بيكون عاوز يلعب بيه وبيقع الصندوق على الأرض بالغلط وبيهرب العنكبوت منه، وبدل ما ستيف يجري علشان يمسكه كان بيجري وعايز يخلص عليه. وبتحصل فوضى في الفصول والطلاب بتهرب خايفين وشوية منهم بيتصابوا، وبعد ما خلاص العنكبوت زهق بيقع على وش ستيف وبيعضه وبيهرب من الشباك، وبيقع ستيف على الأرض فاقد الوعي من السم. بيروح دارين للسيرك يترجى لارتن يساعد صاحبه. بيرفض لارتن في البداية بس بيوافق يساعد صاحبه بشرط ان يكون دارين واحد من مصاصين الدماء ويشتغل معاهم، وده معناه ان مفروض دارين يسيب عيلته واصحابه وحياته، يختفي عن الكل. باختصار كان لازم يموت. على الرغم من كل الكلام ده بيوافق دارين علشان ينقذ صاحبه. بينقل لارتن دمه لدارين وبيشيله وبيجري للمستشفى علشان ينقذ ستيف، وبيحقنه بالترياق وفعلا بيتعافى ستيف. وبعد كام يوم بيرجعوا للمدرسة، وكان دارين بيحس ان جسمه بيتغير وبيشتهي ياكل اللحمة النية. وفي يوم من الايام كان بيفكر يخلص على اخته ويمص دمها، بس بيمسك نفسه لما بيرجع اوضته بيلاقي لارتن هناك، وبيحذره لارتن انه لازم يسيب البيت لانه خطر على نفسه وعيلته. لكن كان دارين مش عاوز كده، بس لما شاف انه كان هيأذي اخته بيوافق، وما كانش عاوز يخلي اهله يقلقوا عليه طول حياتهم، فبيقرر يزور موته. وفي وقت تاني على السطح بيساعده لارتن وبيعمل انه كسر رقبته، وده هيخلي الكل يتأكد انه وقع من فوق ومات.
وبنرجع للحاضر وقت جنازة دارين. أصحابه وأهله والكل حزينين عليه، وكان هو جوه التابوت عايش وبيلعب بالتليفون. في نفس الليلة بيجي لارتن يحفر القبر وبيخرج دارين، بس قبل ما يمشوا بيوصل مولر وكان عامل لهم كمين، لكن لارتن بيقاومه وبيقدر يوقفه وبياخد دارين وبيمشوا وبياخده لمكان بيقابل هناك واحدة اسمها ريبيكا. وفي المدرسة كان صاحبه ستيف زعلان على صاحبه جدا وكان دايما وحيد، ولما خلاص زهق من كل حاجة بيطلع على السطح وبيفكر ينهي حياته. بس وقتها بيوصل تاني وبيوقفه وبيقول له انه عارف ان حياته بقت متدمرة، وعارف كمان حبه لمصاصين الدماء، وبيعرض عليه فرصة يبقى مصاص دماء. وبنعرف ان الراجل ده واللي معاه هم مجموعة مصاصين الدماء ضد المجموعة اللي فيها لارتن، وهم عكسهم بيحبوا يقتلوا البشر ويتغذوا على دمهم. ولما كان ستيف سامع ومش مصدق بيعرفه كمان ان صاحبه دارين لسه عايش، وبينصدم اكتر وعرف كمان انه سعيد في عالم مصاصين الدماء، وده اللي ستيف كان عاوزه من البداية. بيتضايق ستيف وبيوافق من غير تفكير. وقتها كان دارين مع الناس بتوع السيرك في المخيم وبيبدأ يدرب نفسه وبيساعد التانيين في اعمالهم. وفي يوم من الايام كان بيتفرج على صوره القديمة وبيقرر يكلم ستيف، بس قبل ما يعمل كده بيوصل لارتن ويكسر تليفونه. وفي نفس الليلة بيزور تاني مخيم لارتن علشان يتكلم معاه بخصوص دارين، وبيبان ان دارين في الاصل عنده قوة فطرية خاصة، وبيطلب منهم تاني يسلموه ليهم. وعلى الرغم من انهم اعداء بس بيقول السيد تال بأدب انه هيفكر. بعدها بيأمر لارتن دارين انه يمشي من المخيم لانه مش امان، وبدأ يدربه علشان يقدر يتعامل مع نفسه. في البداية بيفشل انه يدافع عن نفسه، بس بعد تدريب بيقدر وبيتطور مهارته وقوته. ومن ناحية تانية بيحول مولر ستيف لمصاص دماء وبيبقى عنده قوة مش عادية، وبيبقى ستيف خطر جدا. وكانت اول ضحية ليه هو الاستاذ بتاعه في المدرسة. وقتها لما بدأ دارين يحس بالجوع وكان عاوز دم جديد بياخدوا لارتن لمزرعة قريبة منهم وبيخدر المزارع وبيعرفوا انهم مصاصين دماء مش بيموتوا الناس، بس بيسحبوا منهم الدم على قد ما يشبعوا وبيسيبوه عايش. بس على الرغم من جوع دارين مش بيقدر يعمل كده وبيرجع للمخيم. لكن بعد فترة بتوصل مجموعة مصاصين دماء اللي بتقتل البشر وبتهاجم المخيم، وبيحصل بين الجانبين قتال وبيموت منهم كتير. وكان باين انهم جايين يدوروا على دارين وبيلاقوه متخبي في الأوضة مع ريبيكا، وبيحصل بينهم قتال. وقتها بيوصل لارتن وتال وكام واحد كمان في نفس الوقت بيخلصوا كل حاجة. بس لما بدأوا يهدوا بيكتشفوا ان مولر خطف ريبيكا، وتاني يوم الصبح بيروح دارين يدور عليها لانه كان بيلوم نفسه على الحادثة كلها. وقتها بيخطف تاني عيلة دارين علشان يوقعوا في الفخ. وبعد فترة بيوصل دارين لبيته وبيلاقيه فاضي. وقتها بيشوف لوحة إعلانية على منطاد بتناديه للسيرك، وفي نفس الوقت بيقرر لارتن ينضم للقتال وبيجمع الأسلحة. وبيوصل دارين للسيرك وبيلاقي ريبيكا وعيلته مربوطين على الجدار، وبينصدم لما بيشوف ستيف مع مصاصين الدماء دول ومش بيهتم وبيهاجم أفضل صاحب ليه. وبيوصل لارتن وبيتخانق مع مولر، وعلشان دارين ما شربش أي دم فكان ضعيف بالنسبة لستيف. وقتها بتقدر ريبيكا تفك نفسها وبتطلب من دارين يشرب دمها علشان يستعيد قوته. في البداية بيرفض، لكن لما ريبيكا أكدت له إنها هتبقى بخير بيوافق. وعند لارتن كان بينضرب جامد من مولر، لكن بآخر قوة فيه بيقدر يخلص عليه. بعدها بيبدأ دارين يضرب ستيف وبيتفرج عليهم تاني من مسافة، وبيقرر يتدخل وبيوقفهم. وتاني بينعش مولر باستخدام قوة خاصة بإنه يحوله القزم، وبيطلب من دارين وستيف يروحوا معاه. بيوافق ستيف على طول، بس دارين مش بيروح معاه. وسط كل اللي بيحصل ده لارتن بينيم عيلة دارين علشان تتمسح ذاكرتهم الجديدة، وبكده مش هيفتكروا الأحداث الغريبة اللي حصلت. وبيرجع دارين للمخيم تاني وبيستقبلوا الكل هناك بفرح وبيحسسوه إنه في بيته. وبيخلص الفيلم. لو عجبك اتأكد إنك ضغطت على الإعجاب، اشتركت هنا في القناة وفعلت الزرار بتاع الجرس. سلام.